بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. خلاص رمضان دخل علينا، كل سنة وانتم طيبين. هنعمل بقى القطايف بطريقة سهلة وبسيطة. المقادير قليلة جدا، يعني تكاد تكون معدومة. كوبايتين من الدقيق هنعمل بيهم كل الكمية اللي انت شايفاها دي. كوبايتين دقيق وكوبايتين مية، يعني مفيش اي تكاليف بإذن الله. انت بتشتريها من بره، الكيلو دلوقتي وصل 50 و60 جنيه. طيب انت الكمية دي كلها والله بكوبايتين دقيق زي ما انت شايفة كده. المقادير بسيطة، كوبايتين من الدقيق ومعاهم كوبايتين من المية. هحط ربع معلقة من الملح، وكمان ربع معلقة من الخميرة، معلقتين سكر، ومعلقة من اللبن البودر. بس خلاص. شايفة المقادير بتاعتي؟ مفيش يعني حاجة بسيطة، وإن شاء الله تبقى موجودة في كل بيت. يعني انتي هتقولي يا ريتني ما كنت اشتريتها قبل كده، يا ريتني عرفت الطريقة ديت من زمان. كنا بنغلب واحنا بنتحايل على الولاد، يلا طب روحي هاتيلي قطايف، طب روحي هاتيلي، معلش مش يا ماما زحمة، يا ماما بيوقفني كتير. لا لا لا، انتي اللي هتعملي الكلام ده في البيت، ولا الحوجة للوقفة في المحلات. وطبعا الحاجة اللي بتعمليها انتي بإيدك بتبقى أحلى وأطعم بكتير من بره. احنا هنا بنحط المقادير مع بعضها في الخلاط، وكل ده هنعمله في الخلاط وبس. على كده هنضربها كويس جدا، وبعد كده هنصفيها ونسيبها جنبنا في المطبخ نص ساعة. بس شايفة كده؟ نغطيها بقى ونسيبها نص ساعة، وبعد النص ساعة هنبدأ على طول نشتغل فيها. تقلبي بقى عشان ما تبقاش خمرت معاكي، لأن هي فيها خميرة. هتقلبي وهتنزلي في الطاسة. بصي الفيديو ده من أيام ما كنت ببقى ماسكة الكاميرا في إيديا، فهتلاحظي معلش إن الكاميرا يعني بتتحرك كتير، فسامحيني. أنا حبيت، بس كنت عاملاه قبل كده من غير صوت. حبيت النهاردة إن أنا أشرحهولك، فسامحوني بقى في حتة إن الكاميرا بتتحرك كده. بس الوصفة تستاهل. زي ما انت شايفة كده، حطيت المقدار اللي أنا عايزاه. عايزة أعملها عصافيري، عايزة أعملها كبيرة صغيرة، زي ما أنا عايزة. أنا اللي بحدد الحجم بتاع القطايف بتاعتي عايزاها إزاي. بصي أول ما تبدأ بقى، بصي تعمل المسام والفتحات بتاعتها ديت، واللون الأبيض الشفاف اللي فيها ده، لون العجينة ده اختفى كده، القطايف بتاعتي استوت. هتبقي محضرة جنبك فوطة علشان القطايف ما تنشفش منك. حطيها على بعضها وما تقلقيش، مش هتعجن ولا هتلزق في بعض ولا أي حاجة. شايفة الجمال؟ جمال حلو، طراوة، حاجة في منتهى الجمال والله. استعمليها بقى زي ما انت عايزة، وما تقلقيش ولا تنشف ولا تتفتح منك في الزيت زي اللي احنا بنجيبها من بره وتتفتح وتفضي الحشوة بتاعتها. بس خلاص.